الاهلاويه، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه الفوز بكاس مصر. طبعا زي ما طالبنا قفشه ان هو يكون موجود. طبعا كولر لبلنا دعوات اخيره وننزل قفشه ومروان عطيه وعمر كمال عبد الواحد. النادي الاهلي من ساعتها اتغير 360 درجه في خط الهجوم بتاعه. الاهلي بمعلمه، باسلوب الكبار، باسلوب الفرق الكبيره العالميه الافريقيه اللي انت عايز تقوله. امام عاشور رد عليهم في الملعب باستفزاز وقله ادب من جماهير نادي الزمالك. امام عاشور قال لهم طب بوم خدوا تمام. اداهم الاولاني ما كدبش الاسيست الروعه اللي قفشه عمله له، واحمد فتوح مغطي الاوفسايد. التاني برضو احمد فتوح بنقول له شكرا، برضو خبطت كوبري لما قفشه حطها كوبري من تحت رجليه وراحت على شمال برضو عواد. برضو فتوح كان هو اللي مداري على عواد عشان ما يشوفش الكوره وعدت من بين رجله وخبطت في رجليه حكت كده، وقفشه اداهم القضيه التانيه. مش هنتكلم على اداء، اهم حاجه دي البطوله دي حتى لو لعبت وما كسبتهاش يبقى انت يعني الماتش النهائي لعبت وكنت مكسر الدنيا وما كسبتش، فانت خلاص البطوله راحت عليك. مليون مبروك للنادي الاهلي. البطوله هتفرق معانا كتير جدا. رابع مباراه كولر يدي فيها الزمالك درس ازاي يديروا مباريات اهلي وزمالك، بتعود من مانويل جوزيه. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. ويا رب يا عالي، يعني الاهلي ده يعني مش عارف يعني بدون الاهلي هنعمل ايه. تخيل دلوقتي اي واحد زملكاوي دلوقتي خايف اللي هو ينزل الشارع يبقى عينه مكسوره، ينزل بتيشيرت نادي الزمالك. انت فاهم ليه؟ خسران بطوله من مين؟ من النادي الاهلي. يعني خسران بطوله من النادي الاهلي ولاعيبتهم عشمتهم في المباراه اللي هم ممكن يكسبوا، بس جه الرد من النادي الاهلي. قفشه وامام عاشور قال لهم لا، الاهلي خط احمر، الاهلي نادي كبير، الاهلي كبير بلعبته، الاهلي مشرف نفسه بلعبته بجهازه الفني، لازم نفرح جمهورنا ولازم نكسب الزمالك حتى لو في السعوديه او في مصر او في اي كان. اي بطوله هيقابلونا فيها هناخدهم رايح جاي. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وافرحوا بقى براحتكم، واللي عنده حاجه يقولها لنا، وكل واحد يبين لنا فرحته ازاي بالماتش ده. ما تكلمنيش في مستوى وفنيات، كلمني في بطوله كاس مصر. سلام.